أصدقائي الأعزاء، زملاء المهنة الكرام اللي بتقعدوا تقولوا لي محاضراتك وبنستفيد منها، تعالوا مدعوكم النهاردة لواحد من أهم التجمعات العلمية اللي أنا شخصيا بستناه، دايابيستي. مؤتمر مختلف، مؤتمر قيم جدا، مؤتمر مش وراه بقى لجنة علمية، ده وراه رؤساء للمؤتمر ترأسه طبعا صاحبتي وحبيبة قلبي دكتور شيري نبيل، لكن معاها مش فريق، هو فعلا كل واحد فيهم يشيل مؤتمر بزيه. قامات كبيرة جدا جدا وبيبهروني كل سنة، وانا شخصيا اول واحدة بنبهر، والسنة دي انبسطت قوي 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 ولمسني جدا، وحسيت بقد ايه متعوب على الكلمة اللي هم جابوها كثيم للمؤتمر. ده لينك، كلمة عبقرية رغم انها 4 حروف بس هي بتوصف الطب اللي انا طول الوقت بتكلم فيه، والمستقبل بتاع الطب اللي احنا كلنا رايحين له. المستقبل كله رايح للانتجريشن، يعني انه تبص على العيان كله ككل وتربط كل حاجة وطلع له حاجة اسمها the story line. المهم يعني ان هم عاملين جلسات عبقرية بتربط حاجات ممكن ما تجيش في بالك اصلا انها متربطة. انا هشارك كمودريتور في جلسة، وكمان ليا محاضرة في الجلسة اللي بتتكلم على الميكروبيوم والايكو سيستم، علشان اربط ما بين موضوعين في غاية الاهمية، السيبو والاوبستي. سريعا كده، السيبو موضوع شائع جدا، الشكوى منه لا تنتهي، له بروتوكول بيخفف الام الناس ديت ومعاناتهم، ولكن المحاضره مش بس هتشرح كل ده، ولكن هتربط بينه وبين السمنه. والمفاجاه انه السيبو العلاقه رايح جاي، السيبو هو قد يكون المسؤول عن انه السمنه دي عنيده والوزن ده ما بينزلش، والسمنه هي اللي ممكن تكون كمان بتجيب السيبو. كل هذه العلاقات عماله اجهزها لكم واعمل لينكات تتناسب مع عبقريه الثيم بتاع المؤتمر السنه دي. مستنياكم في دايابيستي، المؤتمر المهم جدا التقيل جدا العزيز على قلبي جدا، اللي انا بعتبره مؤتمري واستناسي والناس اللي انا بدات معاهم. اشوفكم كلكم على خير، واوعدكم مش بس بمحاضرتي، اوعدكم بيوم قوي جدا جدا ومعلومات دسمه جدا جدا متعوب عليها. اشوفكم في دايابيستي 12 سبتمبر ان شاء الله.